بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خضراء عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقه جديده تتعلق بالجريمه. واحد النهار واحد البنت عندها تقريبا في عمرها 16 عام تقريبا، لقاوها معلقه في واحد الشجره خارجه شويه على ذاك الدوار فين ساكنين، معلقه من عنقها، معلقه ميته. شافها شي حد، خبر رجال الامن، جاو لعين المكان، داروا المعاينه ديالهم، تلقاو ديك البنت من هنا عندها واحد الجرح كبير في عنقها من هنا، ومعلقه بديك القنبه، وداك الجرح سايل لها الدم بزاف عليها. هنا وقع كما قال لي السيد اللي حضر في عين المكان، قال لي وقع واحد الخلاف بيناتنا، اي بين رجال الامن اللي مشاو لعين المكان ديال المعاينه، شي تيقول مقتوله، شي تيقول لا راه القنبه شنقتها، القنبه علقتها، اي ان هاد البنت وحدين تيقولوا انتحرت، ديروا واحد القنبه في عنقها معلقه في شجره. كيفاش تعلقات؟ واش هي علقات راسها؟ لا، يمكن دارت القنبه وفوق الشجره ونقزات وبقات مشدوده كما تيديروا الناس تينتحروا. وقع فيها شويه ديال الغموض هذيك القضيه ديال المده ديالها. الطبيب الشرعي لما داوها المكتب الصحي اي مستودع الاموات، الطبيب الشرعي تيقول في الاوتوبسي لما دار لها تشريح، تيقول هاد البنت مقتوله لان الضربه اللي في العنق ديالها شاده من الصدغ الى العنق، هذه ماشي ضربه، هذه ماشي القنبه جرحتها. وهنا تنقولوا كاين بعض الناس اللي تينتحروا القنبه تجرحهم. حضرنا بعض الناس اللي كتب عليهم انتحروا والقنبه جرحتهم، دات فيهم جروح. تصنت واحد المره الواحد السيد تيهضر على واحد من الحكومه ديال صدام حسين، بلا ما نذكروا سميتو الله يرحمه، تيقولوا تحكم بالاعدام، من الناس يتحكموا بالاعدام كما تحكم صدام واليه اللي كانوا معاه، وتهدى تحكم بالاعدام، كان راجل قوي كان راجل غليظ. وتيقولوا بانه لما تهدم ديك القنبه قطعت ليه راسو، اي انه بقى مشدود غير من واحد الجهه، ذبحاتو ديك القنبه وبقى مذبوح تماما، الراس ديالو غيطيح اللور، اي كانت غتقطع ليه راسو. الله يستر. ان القنبه تخد الا كان العلو وكان البوا، لا كان العلو وكانت القنبه صحيحه وكان الثقل ديال الجسد تقد يدير شي حاجه خطيره، فتقطع هذا الشرايين القداميه وداك الشيء. شفنا بعض الحالات بحال هكا، الله يحفظه. واقبح ما يمكن يدير الانسان في حياته، أقبح ما يمكن يدير ما تبقى الكلام مع الله ولا ما لعبت، أي ما تبقى حتى واحد يبغيه لا في الدار لا في ديك الدار، لأنه إنسان تيقول الله سبحانه وتعالى، الله اللي تيقول أمرنا بالصبر من تطرحوا المشاكل ديالنا، وعليكم بالصبر وعليكم بالصبر. والنبي يهضر في الأحاديث ديالو على الصبر. هذوك الناس تيقولوا ما قادرينش يصبروا، تيرحقوا لواحد الحد ديال المشاكل ديالهم، وتيقولوا كانهم تيقولوا الله سبحانه وتعالى هاك الروح ديالك، هذا الروح اللي نفختي فيا، وهذا الروح اللي عطيتيني، وهذا الروح اللي عطيتيني يا ربي، ما بقى عندي ما ندير بها، هكا سيدي، هكا سيدي ديالك. تيقولوا هاد البنت اللي لقاو انتحرات، تيقولوا لا مقتوله. الطبيب الشرعي اكد بان البنت مقتوله، لان الضربه اللي فيها في العنق ديالها غارقه، أي أنه بأداة حادة سواء جنوية أو موس أو خنجر اللي ضربها دخل الضربة لداخل ودار القنبة من تما. يمكن هو في راسو نقتلها ونعلقها غيقولوا انتحرات، استوبي فين، صافي وقفات القضية. المعاينة ديال الشرطة أكدت رغم الخلاف اللي وقع بعين المكان اثناء المعاينه من بعد اطراف العناصر ديال التشخيص القضائي، ماشي تشخيص قضائي، حنا نسميو تشخيص قضائي،
تشخيص قضائي ماشي مصلحه الجريمه، تشخيص قضائي اللي يجوا على المكان قبل ما يتبدل الاسم، لان من تبدل هذا الاسم ديال التشخيص القضائي وكذا راه تبدلوا بزاف ديال الحوايج ودخلوا بزاف ديال المعطيات ودخلت واحد الخبره دخلت شي بزاف بزاف بزاف. لان الاول كان انا تلاقيت واحد العميد ممتاز، تلاقيته جديده بالابواب مفتوحه وقال لي السي خراز تهضر على مسرح الجريمه وتقول تشخيص قضائي مسرح الجريمه، ديك الساعه كان غير تشخيص قضائي، وقال لي لا راه دابا حتى التشخيص القضائي راه ولينا مجهدين بزاف وتنوازيو وغاديين مع في اتجاه واحد ديال مسرح الجريمه، راه ولينا مجهدين بزاف، لا في البصمه لا في هذا لا في الشعر لا في كذا لا في القضيه لا في كذا لا في كذا. انا ما عرفتش هذا الشيء في حياتي في العمل ديالي، ولكن حنا كان عندنا التشخيص القضائي محصور، عندنا يلا في البصمه كذا شي حاجه هكا للاسف. والحمد لله اليوم حنا ما نتاسفوش على ما مضى، الحمد لله اليوم ما بقاش مشكل. الجثه في واحد البلاصه مرميه في الخلا باش يعرفوا مولاها ويعرفوا شكون اللي هذا والبصمه اللي عليها وشكون اللي قتل الماضيين وكذا. الحمد لله. بون هذه البنت تبين بانها مقتوله، اتفق عليها العلماء كما تيقولوا في الضينه. شكون اللي قتل البنت اللي عندها 16 عام مرميه؟ شكون هي هذه البنت؟ هذه البنت تعرفوا على والديها. شكون هما والديها؟ كانوا واحد الناس عزابه جاو وحطوا الرحيل ديالهم بجنب ذاك الدوار. عزابه، تعرفوا العزابه هما اللي تيتحولوا اللي متبعين اماكن الرعي. وهاد العزابه راه عندنا في المغرب وكاينين في الصحراء وكاينين في افريقيا وكاينين في امريكان، هما تما عندهم كل عزابه في شكل. امريكا راه عندهم تما ناس اللي تنتقلوا بالبقر من هاد الجيل. اوروبا كاين ناس اللي تنتقلوا بالحيوان ديالهم تابعين المراعي من هاد الجيل لهاد الجيل، غير حسب امكانيات ديالهم مختلفه، كل واحد الامكانيات ديالهم كيفاش دايره. العزابه اللي عندنا حنا في المغرب تنشوفوهم بعض المرات لكننا مسافرين للجنوب ولكننا مسافرين لواحد الازلال وداك الشيء تلقاو بعض العزابه تما. كاينين ناس عزابه تنتقلوا ناس رحال راهم كاينين في افريقيا في الصحراء الكبرى، كاينين تنتقلوا من جهه لجهه في الصحراء ديالنا في موريتانيا تنتقلوا من جهه لجهه، اي انهم تيتبعوا الاماكن ديال الرعي ديال البهائم ديالهم، الاماكن ديال الرعي. والغريب في الامر ما كاينش غير في البهائم، كاين حتى في النحل بعض المرات تشوفوا النحل شي طوموبيل شي بيكوب هز هذاك السلاق ديال النحل في الليل. هذا النحل ممنوع الا كان النحل في الصنادق باش تسافر به في النهار، لا حيت تيكون فايق، خصو تا هو تيكون في الليل الناس تيسدوا عليه وداكشي تيديهم جهه اي تيبدلوا لي المكان ديال الرعي ديالو. مثلا حنا في واحد المنطقه كاين جفاف، ما كاينش الربيع، ما كاينش النوار، ما كاينش داكشي، تنهزو تنديو واحد البلاصه باقي كاين فيها النوار، كاين فيها داكشي اللي بغينا اللي غيعيش به. حتى هاد البهائم تنتقلوا لا مثلا الغنم ولا الجمال ولا البقر ولا داكشي، كاين الناس عندهم واحد الكميه كبيره بزاف تنتقلوا بها تيسموا العزابه. هاد العزابه تيجيو انت تشوفهم تيديروا غير قياطن فين تيعيشوا هما وتسكنوا وبهائمهم تيناسوا قدامهم تيديوهم تيجيبوهم في ذاك المرعى وتيتحولوا عاوتاني بما انه مثلا تيكون جفاف ديك المنطقه ما كاينش راه تتحولوا لواحد الجهه عاديين. قالوا عندنا ولا تنعقل فاش كنا في الصور ديالنا كنا تنمشيو عندهم تيجيو في الغابه في واحد الجهه في الغابه وتيجيو تما وتيديروا القياطن ديالهم، عندهم كلاب ديالهم، عندهم هادشي ديالهم، عندهم ولادهم صغار داكشي والعيالات تيطيبوا داكشي. وكنا تنمشيو عندهم وتنبقاو نطلبوا الوالدين ديالنا تنقولوا الوالد عزيز شي خبزه غادي نمشيو عند دوك العزابه نشوفوهم حنا صغار او تنديرهم السكر وتنمشيو تنبقاو غادي حنا مثلا 10 و 12 ديال الدراري تنسلموا عليهم لاباس بخير، تنبقاو نشوفوهم نشوفوا ولادهم تندخلوا للكيطون تنقول لهم هاكو داكشي تنبقاو جالسين معاهم شويه وتنشوفوا دوك الحوالات الصغار ديالهم بوحدهم مشاش مع امهاتهم وتنشوفوا عندهم الجمل جابوه ناس غرباء تيبانوا لنا تما من العام للعام انت تكون الشتاء وداكشي عاوتاني تيغيبوا بحال النهار تيمشيو هادو العزابه رحال ينتقلون ببهائمهم باحثين عن الرعي. هذا هو المختصر ديال الكلمه. الا هادوك الناس كانوا تما جاو عزابه وكانت عندهم هذه البنيه اللي تعرفوا عليها من خلال معينه تعرف عليها من طرف الناس، تعرفوا على العائله ديالها. العائله ديالها اش تيقولوا ودي حنا جينا هنايا قرب لهاد الدوار وطلقنا بهايمنا هنا ترعاهم
وبنت سيدي بنتنا تعرفت مع شي بنات انا ديال الدوار ومشات تخدم تتعلم الزرابي. اليوم الحمد لله بكري دوك العزابه كانوا مساكن هما عايشين تابعين البهايم ديالهم، ولادهم تيمشيو معاهم ما تيقراو ما والو ما حتى شي حاجه هكا كانوا. اما دابا الحمد لله رغم انهم يروحوا من هذه الجهه للجهه كاين مدارس اللي كاينه في القرى وفي داك الشيء تيمشيو لاولادهم تيتعلموا يقراو تيتعلموا بعدا تيتفقهوا شويه. هاد البنت هذه تعرفت مع شي بنات ودوك البنات داوها تخدم معاهم في الزرابي. الوقت اللي كان ديك الحمله في المغرب ديال الزرابي الزربيه المغربيه من يلاه بانت وتشهرات وتطلبها لاوروبا كانت تطلبها وكثروا عندنا المعامل لا في المدن لا في القرى. هاد البنت هذه مشات تخدم في الزرابي، عرفوها البنات ديال الزرابي خدام معاها تيعرفوها، تجي تخدم معاهم وفي العشيه تمشي فحالها وتتمشي للدار ديالهم او ديك الخيمه ديالهم فين ساكنين. تعرفت مع البنات وكانت هاد البنت زوينه بزاف حسب الحكايه اللي تنعاود لكم، حسب الناس اللي عرفوها زوينه بزاف. وكانوا دوك البنات في المعمل ديال تيبغيوها وكل وحده تدير دارهم مره، هذه تدير دارهم هذه تدير دارهم هذه تدير دارهم هذه تدير دارهم، حتى انها كانت تيجيو عند والديها يطلبوا منهم باش يسمحوا لها تبات معاهم. وكانت تثبت مثلا يوم مشات مع هذه تثبت معها مثلا يومين ترجع للخدمه تمشي لها عاوتاني تيديوها تيحنوا عليها وتيبغيو تيديوها دوك البنات كل جهه وهذا وهذا وهذا. اذا هادشي اللي وقع لهاد البنت وهي صغيره وهي نيتها مسكينه نيتها ما مربيه شايفه في التخربيق والحراميات ما تعرف والو، دارهم رحال. تحت لها الفرصه لما جاو سكنوا هذاك الدوار تحت لها اول مره الفرصه باش تخرج تخدم في الزرابي. دخلنا فليسات والحالات هذاك عارفين اش ما قلت لهم دير علقها. شكون بقى البحث ساري، البحث ما وصل حتى شي حاجه. شكون اللي ديك البنت الله اعلم، شكون اللي علقها الله اعلم، اش دار ديك البنت الله اعلم. هنا البحث تيحبس. وفي جرائم القتل الحاجه اللي تتكرفص او تتعذب او تتغص الحياه العمليه ديال البوليس وديال الدرك هي انت تكون تخدم لواحد القضيه ديال واحد الجريمه تتبان لك باينه، تقول باينه تقول هذه بنت معلقه مقتوله بجنب الدوار ساهله، كان غير هاد مالين الدوار اللي كاينين ما كاين حتى شي حد اخر. تتبان لك في البدايه الاولى في البحث ديالك الاول بانه راه قريب ماشي بعيد، في الاخر تتبان لك بانه بعيد. وتقد بعض ما تلقى واحد جثه في الخلا مربيه ما عرفها حتى شي واحد وتقول هاد البحث عمرنا ما غنلقاوه وتتبحث وتجتهد وتتلقى مولاه. وبعض الناس تقول تلقى في دار، بعض المرات وحده مقتول في دار تقول لا صاد قريب ليا وما كاينش. هاد البنت قلبوا لقاو بانه ما كاين حتى شي واحد اللي عطى شي حاجه. بقاو تيستمعوا دوك البنات اللي خدامين معاها اولا واش عندها علاقه بشي ولد، واش ولا تيدوزو لك بنات وحده بوحده. هاد تقول من ديت نهار فلان فلاني، هادي مشات معايا واحد النهار، هادي كذا كذا، هادي مشينا معاها ديك الخيمه ديالهم كنا حنا اجتمعنا ثلاث البنات ومشينا عندهم انا كذا 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 كذا. ولكن داكشي ما عطا والو للاسف تلقى جريمه ديال بنت عندها 16 عام مقتوله. حنا مابقاوش نهضروا على معلقه ولا منتحره، مقتوله، بنت بريئه، بنت ما عرفت الجيران ما عرفت الناس ما عرفت المدرسه ما عرفت والو، ساكنه مسكينه في واحد الخيمه مع والديها الرحالين تيدوا الباين من لهنا تلقاها ميته مقتوله. وشكون ولاد الفعل هادي؟ ما عرفوهاش البوليس والو ما عرفوهاش. اذا قطع حكمه الله كما تنقولوا. كنا قلنا في لابيجي تنوحلو تنقول له خلي ربي دابا يحصلو شي لا غير اش غدير شي واحد ما تلقاو الله العزيز عند الله يحصلو تدخل شي كره من الجناب تيجيب فيها الله التيسير. خرجت واحد الكره من الجناب كما نقول لكم وجر الله التيسير. شنو هي هاد الخرجه هذه اللي دار الله سبحانه وتعالى وجاب فيها الله التيسير والعزيز عند الله. هاد البنت كانت اول بنت تعرفت معها في ذاك الدوار هي واحد البنت معلمه. حنا مثلا تيكونوا البنات في المنجج تيخدموا الزرابي، وسط البنات تيكونوا المعلمات اللي باقا بعد نفس صناعه التقنيه. المعلم تلقى واحد تيخدم النحاس مثلا عند الاستاذ الخدامه، ولكن بيناتهم شي جوج معلمين. الدراري تيقول الاخر المعلم في جميع الصناعات التقليديه. حتى في الزرابي البنات تيخدموا في المنجج، كاين مثلا 6 في المنجج لما تيكون الرقم
تيخدموا داك التسويق تاع الزربيه تيكون فيها الخدمه بزاف، وتتكون المعلمه، هذه المعلمه تكون خدامه معاهم نفس الخدمه، ولكن مره ما تطلع على شي وحده شحال درتي تما، شنو عندك تما، شنو درتي اولين حيدي عقده تما ديري انا شنو تيخدموا. انا كانت عندنا الزربيه في الدار، كانت واحد اختي في الصناعه التقليديه وهي دير واحد المنجج في الدار. الدار كانت عندنا صغيره، خداو واحد القندر فيه منجج، وكانت تجيب البنات شي 3 البنات تخدم تربيه راسها غتبيعها راسها، وكانت تخدم وكانت نشوفها تخدم تنسجو، وكل مره تقول نشوف اش درتي تما بارك على الاحمر ديري كذا كذا. كانت الخدمه خدمه وتيتعلموا. كانت هذه البنت معلمه وهي الاولى تعرفت مع ديك البنت. كان واحد اللقاء ديال المراه هكا مشات واحد المره حدا دوك الخيام تما كانوا خرجوا داو هي وصحاباتها اتاي وداك الشيء، وهذا خرجوا لك الخرجه ديال النزهه وشافوا داك هذا تعرفوا مع ديك البنت جابتها وقالت الوالده علاش ما تعلموا الزرابي، وجابتها ودخلت خدمات. هنا بدات ديك المسيره ديالها اي الخدمه وتزور البنات تعرف مع البنات وتمشي كما قلت لكم في الاول. وديك البنت هي الاولى اللي كانت تبات عندها، وهي الاولى اللي كانت مره تتبات عندها. هاد البنت كان عندها واحد خوها عامل يخدم بريكولو، تيخدم هنا هذه الشركه يخدم معها دري فات 18 عام عنده واحد 24 عام تيخدم هذا وتيضرب وكذا. خدم هذا الدري مع واحد الشركه، وديك الشركه ولات تتنقل ما بين المدن اللي قريبه للدوار ديالهم، بحال نقول مثلا في تيفلت ولا تيمشيو للخميسات ولا تيمشيو لمكناس ورجعوا ولا تيمشيو هنا ورجعوا كذا. طاحت واحد المره هاد البنت لقاها في دارهم مع اختو، هضر مع اختو معاها قال لي هاد البنت كذا، قالت لي هاد البنت زرابي وكذا وطاطا. هاد الولد كانوا ضرب تيقول خصك تمشي بنت الناس، خصك تتزوج وتبقى ضارب تماره هكاك، خصك تتزوج وكذا. كانت عنده فكره باش يتزوج. دوك العائلات اللي من تيتزوجوا تيسكنوا مع ديورهم، حتى هو كان عنده فكره يتزوج غيسكن مع دارهم. شاف ديك البنت عجباتو ديك البنت، وهنا قال لاختو انا بغيت نتزوج بها، موليها ليها وهضر مع باها وهضر مع داكشي انا بغيت نتزوج بها. البنت هذيك قالتها ليها، قالت لها خويا بغيت نتزوجك. البنت ربما مسكينه عندها 16 عام ما فراساش هذا الزواج هذا، ولكن قبلته. شافت ان من غتزوج شافت حياه الاخرين، شافت غتحيد من داك الكيطون اللي ساكن فيه ديك الخيمه اللي تيضروا بها هزاب باو دوك البهايم اللي كتعمل لك على. شافت بان غتولي في الدار تتحل الماء الروبيني، تيهبط الماء الروبيني، التلفزيون ديما خدام، تدير الضوء تشعل الضوء، ماشي ديك اللمبه ديال الغاز اللي ليه. شافت التماره غتحيد من التماره. هنا نقول لكم واحد القضيه. واحد مره في العروبيه عند شي خوالاتي مشيت عندهم، وواحد البنت تزوجت في المدينه، بنت العروبيه تزوجت في المدينه، جا شي واحد طبعا وداها للمدينه. ولما كنا تنهضروا قالت لي امها والله امها بدا ولدي تمشي للمدينه وتزوج بعدا تما رجل نقيه وليد نقيه، اي انه المراه ديال المدينه ماشي هي ديال العروبيه مسكينه راه تخدم حفيانه مركبه داك الدري تحلب دير هادي تطيب كذا دا يد نقيه ورجل نقيه، ماشي بحال يد. واش فهمتوني؟ انها غتكون غير في دار محاطه بها، ما كاين لا باين ما كاين حلب ما كاين بم ما كاين دير ما كاين فعل. وحنا تنحيي العيله ديال العروبيه، بزاف لانهم تيخدموا بزاف. ولسوء الحظ الرجال في العروبيه اغلبيه ما تيعاونوش عيالاتهم وما تيساعدوش عيالاتهم، ما تيضربوش من الحساب. تعرف هو يمشي يخدم ويجي لا في فلاحه ولا في شي عمل ويجي يبقى كل شيء موجود، مخلي لها بقرة تحلبهم وتتعلفهم، مخلي لها دري مركبه على ظهرها تتعوج لها، مخلي لها مسكينه تطيب ترس العواد بيديها وتطيب، مخلي لها تصبن تما الكحله. عاد بدات دابا الناس بدات شويه في البوادي ولا تعطي قيمه للمراه اللي خصها قيمه باقي ما وصلتش القيمه ديالها حسب ذاك العذاب اللي تتعذبوا العيالات في العروبيه، سيرتو الرجال اللي ما تيدوش في عيالاتهم، بحال داك النوع اللي تياكل في الزنقه، تياكل هو اللي بغاو يجي كاذب عليهم الخبزات والنعناع هزوا في يدو، بحال داك اللي تيجي تيدخل رجع
كان شي غدا باري هنا ما تضرب حسب انت ما تقول ما رجلك ولات هكا ما حالتك ولات هكا او يسعدها او كذا او كذا او كذا الا انت بغى غرضو. هاد المسكينه كانت تشوف هاد الافكار تدور لها بيان سور تدور لها بانها غتعيش في الدار ما غتزوج غتعيش في الدار. هاد الناس على ناموسيه كذا كما تشوف ديك المدة كما كانت تنعسوا عندهم تحس بالراحه ماشي بحال داك الفراش في الارض. الماء كما قلت لكم موجود، الضوء موجود، الماكله كاينه ماشي الماكله ديال وكل نهار رزقو كاينه غادي ياكلوا. تيديو معاهم الحمام تشوف شنو الحمام شافت حياه اخرى. ولما سمعت داك الولد بغاها وداك الشيء عطات راسها كلها لداك الولد. هذاك الولد ما بقاش كما كان حسب المعطيات اللي خداو الناس ديال الامن والحياه ديالو كيفاش كانت. استماع لمو استماع لختو استماع لعائلته ما بقاش غير خاوي الدار يجي من الخدمه خاوي الدار لا ولا معمر الدار ولا تيقول لختو خليها تبات عندنا خليها تجي عندنا خليها تجلس عندنا ديما 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 ديما. البنت دار لها في راسها بانه غادي يتزوج بها. البنت قالتها لما ما هضرت مع خو داك الولد اخذت داك الولد المعلمه قالت لي هذا الشيء خليه دابا عفاك الدستور خويا راه غيتزوج بها خليه تيوجد راسو. المراه ربما ما قالتش الراجل هذه الافكار هذه بغا يكون راجل تتك عندهم شويه الانافه وكذا غيقول لها مع البنت صيفطنا حنا تقدر نصيفطنا تتزوج ولا يقول شي هضره بحال هكا او كان عنده في عقل واحد النهار راجع لبلادو الاصل تما غيتزوجها ولا شي حاجه الله اعلم. بقات شي مستور بقات البنت تجي البنت بقات تجي وبقات غادا الاخرى مخليها بديك الطريقه اللي كانت غادا بها ما بغاتش تعيق ولا تتخليها تجي وتمشي مع بنت اخرى تناس معها وتمشي مع تناس معها وتغدا عند هذه وكنت يضيفوها تمشي عند دارهم في العشيه. ولكن اغلب الوقت كانت انت تلقى شي خويا تقول له دوزي اليوم في العشيه هبطي معايا ولداركم غدا ما غنجيش غتباتي عندنا. لان البنت بغات تقرب خوها ليها لان قالوا للبنت بان فكره ديال الزواج والبنت ولات شاده في هذيك وبقات جايه. هذاك الولد قال هذه الهضره لواحد صاحبه قال لي ودي واحد البنت تدي الزرابي وتجي عندنا للدار كيفاش وعجبتني وكذا 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 وبغيت نتزوج بها وهذه وهذه وهذه. هذاك الولد صاحبه كان هو لابواط نوار ديالو كلشي تيقولوا ليه قال لي ونشوفها. جا واحد النهار معاه وهي تما وشاف هذاك الولد وجلسوا معاه. لما خرج تيقول الولد هذا الولد تيقول انا مشتها عجبتني انا بزاف قلت لها ودي هاد البنت راه ديال الزواج ما تفلتهاش عندك هذه ديال زاد مازال قدام ولقات الخير وداك الشيء غتكون عندك واحد المراه كذا كذا كذا. عاود هذاك نعاود لصاحبو هاد القصه هذه وعاودها لي الاخر شكر ليه البنت بزاف جاد خلاه يشد ديك البنت بالمعقول. كان عنده علاقه مع داك صاحبو العلاقه كانت رابطهم اولا الصداقه ثانيا البليه كانوا مرات يشربوا بجوج تيكليو بجوج السر ديال هذا عند هذا والسر ديال عند هذا. واحد النهار ديك البنت قالت الاخت ديال الراجل ديال داك الولد قالت لي اخوك راه البارح قال لي غادي تخرجي معايا وتمشي معايا شوفي كي تسلتي وكذا وحيت هو غيتزوج بها راه مشيت معاه وهاشوقع اي انه داها داك السكن ديال صاحبه الخاص به داها لتما وتما وقع ما وقع ان البنت لم تصبح بكرا. البنت هضرت مع خوها قالت لها شوقع انت قال لها لكن المهم غنتزوجها صافي اللي وقع انا غنتزوج بها. حنا ولينا في هضره اخرى اذا من وقع هذا الواقع طريق بانت ليه هو ولا تعاش البنت معاشرة الزوج لزوجته حتى في دارهم اخته لا تتغمض عينيها تقول راه يتزوج بها ماشي شغلنا من تلقى الوقت الفراغ تلقى تتاح ليه الفرصه تيدير اللي بغا. هادشي تكرر حتى لواحد المره البنت قالت لاختو راه تنحس انا عندي شي حاجه في كاسي وراه كذا 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 كذا.
البنت داتها لعند واحد صاحبتها في لافارماسي، داتها تما وهي معاها، وداتها وقالت لي صالح ديك الفارماسي، قالت لها اختي راه شو وقع خويا مع هاد البنت كذا كذا، دابا بغينا نعرفوا، تقول لك هي تتحس بشي حاجه ربما ما جاوهاش هذا، ما نبقاوش نهضروا شي هضره، كاين الدراري تيتصنتوا داكشي، البنت ربما حامله وداكشي. هذيك السيده عطاتها واحد الكينات تقول لها شوفي جربي هادو، شوف مثلا شنو غيديروا كذا كذا. هذاك الوقت اللي دايز من تما هو صاحب داك الولد، دا شاف اختو مع هذيك في الفارماسي وشافهم مخرجين شي دواء، ما هذاك تلاقى معاه في الاشياء قال لي قول لي عرفت اختك مع هذيك البنت في الفارماسي شفتم خارجين شي دواء، ما اختك مريضه ولا الاخرى مريضه؟ قال لي اختي ما قالت لي والو من هذا الشيء هذا. قال لي بصح قال لي المهم سول انا ما مشتم خارجين، انا شفتهم خارجين. هذاك جا عند اختو قالت ليه، قال لي شنو وقع؟ قالت لي اش وقع تنحسب لك ولا نقول لك البنت ربما راه حامله، اوا خصك تشوف شي حل ديروا لها. وانا زرت دابا نهضروا، قال لي ولكن دابا العمر ديالها راه سولت ما يعطوناش العمر ديالها باش يدونا الكاغيط، سنة بعدا ديرها 18 عام ونديروا داك الشيء اللي كاين. قالت له البنت باش نديروا في هذه الحاله هذه؟ ها هي البنت بانت بانها حامله عندها دابا 3 شهور ولا 4 شهور، كي نديروا شي مصيبه؟ الاخر راسو داخ راسو داخ وقال لي انا جاتني الخدمه دابا، والخدمه جاتني بعيده، تمشي كان تيمشي لشي مدينه تما تيمشي ويجي، والخدمه دابا وجدات عندنا وهذا. قالت لي شوف انت زرب عافاك دير شي حل لراسك. اختو تقول في التصريح ديالها قالت لي دير شي حل لراسك، قال لها ما تقولي حتى حاجه صافي خليني نتصرف، ما تقولي لا امي ولا با مريض وكذا، ما تقولي لهم والو. قالت لي صافي انا ما نقول والو ولكن نتصرف. فعلا مشات تخدم في واحد المدينه، ولا تيجي من السيمانه للسيمانه، بعض المرات تيجي شي 10 ايام عاد تيجي. في هذاك الوقت اللي بقى تيمشي ويجي، البنت تصابت معلقه ومقتوله في جرها. البحث لما بقى هذا البحث غادي في الطريق وصل لهذه القضيه هذه البحث، هنا اللي خرج من القضيه واللي قال الهضره واللي تكلم واللي صرح للبوليس هو صاحبه تيقول في التصريحات ديالو انه السيد صاحبي وديما تعرفوا فوقاش يخدم وفوقاش ترجع، فوقاش يخدم وفوقاش ترجع. صاحبي قلت لي انا خارج من الفارماسيان شوفهم مالهم، انا ما قالش لي ما عاودش هضر معايا في هذا الموضوع، ما قالش لي راه اختي مريضه ولا هذا مريضه، بغيت نهضر معاه قال لي صافي نسى عليا هذا الموضوع، بقى جبدوا لي صافي بقى جبد لي هذا الموضوع، خليها صافي النبي انا انسان نتزوج بها، ولكن ما خبروش بانه ما قالش لي الصراحه، ما عاودش لي قال ما عمره عاود لي هذا الشيء هذا. ولكن الليله اللي البنت صبحت معلقه فيها قال لهم انا جا عندي ديك الليله، انا جا عندي وجلس معايا وشربت انا وياه وبات معايا وما عرفتش بات معايا، ديك الليله قال لي غنبات معاك، وكان في واحد الحاله ما حاله مهلوكه، ولكن من خلال هضرته شكيت فيه انايا، لما الصباح بات الجو حتى شكيت فيه لانه ما بيتش تيبات معايا، وجا ديك الليله بات معايا وجاب هو الشراب تيشرب معايا، وكان في واحد الحاله مرتبك كثيرا ما تهمش هذاك السيد، وبات معايا تيشخر بالكامل، والصباح ناض بكري ومشى للخدمه ديالو. لأنه هو عيطوا عليه باش يسولوه كذا وكذا 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 كذا الهضره. اختو تقول نحن ما جاش ديك الليله عندنا، ما جاش والبنت ما باتش عندنا، البنت ما باتش عندنا، البنت ما باتش عندهم، وخوها جا من الخدمه داز عند صاحبه، جا من الخدمه وفي الليل جا عند صاحبه، اي ما جاش. وقال ليه كما تيقول الصاحب تيقول، وقال لي شوف انا شي هاد الليله انا ما مشيتش للدار، انا نقصر معاك ونشرب والصباح نمشي للخدمه، ما تقولش للعائله جيت انا للدار ولا شي حاجه، تلاقيت اختي وحشه ولا ما جاش ولا باقي ما جاش، انا حتى نهار السبت وغنجي صافي. قال لي صافي ما تقولش يوم جيت، انا جيت غنقصر معاك وداك الشيء. قال له هادشي ما عجبنيش، هادشي ولات الشبهه ولا داك السيد مشكوك فيه، جابوه تيبحثوا معاه. ديك الليله جيتي مشيت عند صاحبك ديالك في الليل مشيت عند صاحبك وانت مفتي تجي بكري وانت تجي من الخدمه وخاطركم مسافر تجي باقي النهار. قلت فاش تجي في الليل، ولكن ديك الليله جيتي في الليل عنده في الليل واش تشرب في الليل وخسرتي معاه وقلتي ما تقول حتى شي واحد انا جيت. الناس خفتي تقول انا جيت. لابيجي وما ادراك ما لابيجي. ذاك الوقت جلسوا معاه
نهضروا معاه، علاش خبيتي على داركم الجهه ديالك؟ علاش خبيتي على داركم؟ علاش داركم ما قلتيش لهم انا جيت ما مشيتش؟ علاش ما عمرش تبعت معاهم شتي بتي معاه وديتي تشرب وجلستي معاه وتيقول صاحبي انك جيتي بعدا شربتي شي حاجه في الطريق ولا في شي بار ولا ما عرفت وجيتي تما؟ علاش بغيت داركم يسوقوا الخبر؟ هنا ما عنده ما يهضر، ما عنده ما يقول. هو ما غيدوخش شي واحد 5 ولا 6 الناس اللي هما حريفيه مالين الحلفه، عارفين مالين الوقت، عارفين في الوقت ديالهم، عارفين حطوه بين كل بين وما عليه الا ان هو الحقيقه قال انا ما بقيتش محمل، ما بقاتش نتحمل الفكره ديال راه حامله وراه غتولد وانا باقي ما عنديش فلوس العرس وباقي ما درتش فيها غنسكنها وباقي ما كذا وانا تبرصت. اختي مصدعني بالهضره، هي متى نتلاقات بقات تصدعني بالهضره داك الشيء وهذا وانا ذاك النهار جيت بكري واتصلت بها كنت قلت لها بان غنجي في ذاك النهار وقلت لها فين غنتلاقاو خرجي عندي بغيت نهضر معاك وداك الشيء ما تقولها لاختي لا حتى شي واحد. اي انه مسبقا قبل ذاك النهار هو تيخدم تيجي على اسبوع، اتصل بها وقال لها انا راه غنجي وفاش غنجيك بحال غنجي مثلا غدا او بعد غدا ها معاش نتلاقاو فين نتلاقاو بلا ما تقولها لاختي حتى شي حاجه. ما غادي نبات في دارنا ونتلاقاو انا وياك وبغيت نهضر معاك ونتكلم معاك وعندك شي حاجه مهمه وكذا. البنت ولات عبد ديالو، ولات اسير ديالو، لانه الحب الاول، لانه في كرشها ولدو، بانها تشوف في العرس في المستقبل. اللي قالها تقول ما عندهاش كاين تجربه. ما دار معها قال لك بحال نقولوا مثلا غدا ولا بعد غدا انا غنجي مع الخمسه نتلاقاو في جهه فلانيه، ما تقول حتى شي واحد. البنت داك الشيء دارت ومشات تلاقاتو ويخرجها. خرج البنت حصل الصلاح ديالو انه خرجها ومشى لواحد المكان خلاء في الخلا وكان معاه شراب وبدا تيشرب الشراب اللي هو شم فيه صاحبه الريحه قال جا هو سكران بقى تيشرب والبنت معاه وتسنى طاح الليل هو يقتلها. اي كان موجد لها وجايب حمل معاه وعنده التخطيط مخطط باش غيقتلها. قتلها ضربها العنق ديالها وفي العنق ديالها علقها ديك الشجره. قال غيقولوا راه انتحرت باقي نبار الدم سال. هو راه نحرها وعلقها باش يخبي فضيحه اللي هي ليست في الحقيقه فضيحه. كان عليه يمشي حكايه الخطبه ويكمل يقول لخطيبته ويخليها تما في الدار. كان عليه يساعد هذا يسار عائلته، كان عليه يساعد اختو اللي تدير الفارماسي يقول لها اش قالوا لك، واش هذاك نخليوه نحيدوه شنو قالوا لك. كان عنده بزاف ديال الحلول، ولكن هو اش دار ديك العمليه وعود ما يمشي لدارهم لا مشى عند صاحبه او عمره ما مات معاه وبات معاه ودا مع داك الشراب سكر. كان في واحد الحاله اللي هي هذيك الارتباك ديالو واش صاحبه شك فيه من بات غدا بانت الجثه. هو ديك الساعه مشى للعمل ديالو وجا هو البوليس كما قلت لكم حطوه وقال هذا الشيء هذا. قتلها فابور، قتلها خوفا من الناس، خوفا من العار. وكان عنده باش ذاك العار يتحيش من عار. اش من عار يتزوج بها؟ اش من عار؟ هو باغيها، اختو باغيها، دارهم ما غير حتى حاجه. باها مسكين باغيها، با تا هو غيبغي وشنو فيها؟ حتى حاجه. وبنت مسكينه عايشه في خيمه غتجي عند الدار تاكل هادشي اللي كتب الله، غتعس تما عاديه ما طلب حتى شي حاجه. ماشي بنت المدينه تبقى تقول لك تشرط عليه ما عندها ما تشرط. هو كبر العادات، كبر لها تعمل غتولد ناريه وانا غندير وبقى تيخمم ديك البلان العوجين ديالو. سيد امي ما قارمه ولا حلوف بقى تحسب داك الحسابات وتبان لك خطه ديال تقريبا ولا تسنيني غدا ولا بعد غدا تسنيني ودار معها الوقت. انا ما عرفتش الوقت اللي دار معها بالضبط، ما رجعش المسطره في هذا الوقت هذا. واش دار معها غدا قال نتلاقاو او بعد غدا نتلاقاو؟ يمكن قال بعد غدا نتلاقاو حسب واحد المكالمه هاتفيه دارت مع واحد الاخ دار معها في المسطره بعد غدا نتلاقاو. وهز السيده وهزها من تما وداها للخلا ودار ما دار وقتلها وعلقها. واش هي غدا معاه في ذاك الليل؟ غدا مع راجلها مسكينه وخاطر الظلام غتقول لي ناري الظلام ولا سكتينه ماشي راجل. وداها تما في الخلا ودار اللي بغاو علق السيده في الشجره ومشات مسكينه ضحيه. انا تنتخيل هذيك البنت اش من نوع ديال البنات. هذيك البنت هما اللي تنشوفوهم بكري او بعض المرات ما تيديروا المغرب القديم
ذاك المغرب ديال 1920 1919 1912 تيبانوا دوك البنات تيبقاو في كاميرا تيشوفوا ديك العيون ديال البريئه، ها تدوح في عينيها ما تشوفش فيك جوج مرات، الا شتي فيها بحال طرشتيها تديرها تحط عينيها ما عارفه والو. هذه البنت مسكينه ما عارفه حتى حاجه، هذا مع باها من مرعى الى مرعى في الخلا، تولى مسكينه واحد الامنيه شافتها كبيره حطمها وقتلها هكاك. تباها يبقى يتسائل وما غيتسائل، يقول وعلاش اش دارت ليه وعلاش حاملك حملها هو ومن بعد وعلاش. ديما السؤال علاش دار هذا الشيء هذا، حتى هذا السؤال هو اللي ما غيجاوبش عليك الدقه ديال الدقيق. وعلاش قتلتيها وقتلتها وعلاش؟ المهم حامله وياك حملتها انت وهي حملتها انايا، ياك كانت بكر انت اللي بها وهي انا اللي كنت بها ماشي ما نكذبش على الله. وعلاش قتلتها؟ شوف دابا جاتني في الشكل عاوتاني يتزوج تيخلقوا شحال واحد عشنا معاه حنا الشرطه القضائيه لداخل وانا في الفرقه الجنائيه، الناس تقتلوا روحهم تتسولوا تيبقى يخربق عليك علاش قتلتيه وعلاش قتلتيه. واش غنقول لك انا مع الشيطان ولد الحرام ويبقى يخرقوا. اعترف بما نسب اليه، اش غدير ليه؟ اعترف جمله وتفصيلا وتتقادوا وتضرب 30 عام ولا بمؤبد وراك بحال هذا. اعلم والله ما عرفتش الحكم باش تحكم، كنا غيتحكم غير بهادشي من 30 الفوق. نتمنى من الله الحلقه تعجبكم والى حلقه قادمه ان شاء الله.